السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى هنبدأ في القسم الثاني من مدرسة تطهير القلوب، قسم عناية مركزة، قسم مهم جدا جدا لإحياء وتطهير القلب بعد رمضان مباشرة بإذن الله تعالى. رجاء كل واحد مهتم بتربية نفسه، بتأديب نفسه، بتزكية قلبه، بتطهير قلبه، عايز بجد يصل لقلب سليم، لازم تكوني موجودين معانا بإذن الله في مدرسة تطهير القلوب في هذا القسم. نتكلم عن الغضب، والغضب بقى ذات نفسه ليه وتسيطر عليه ازاي، وازاي يبقى عندك كظم الغيظ تجيبه منين، والحلم والعفو واللي بيترتب على الغضب او نتائج الغضب من الحقد والحسد. الحقد طب وهو ايه، والحسد وهو ايه، مش العين، بتكلم عن حاجة تانية خالص. وتتعامل مع ده ازاي وتعالجه في قلبك ازاي، والسبب ده ايه، حاجة معينة في الدنيا، طب تتعامل مع الدنيا ازاي في الحتة دي وكذا وكذا وكذا، وطور الحتة دي ازاي، وتشيل الوحش وتزرع مكانه شيء حسن ازاي عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك وتلقى الله عز وجل بقلب سليم. بإذن الله تعالى هنكون موجودين مع بعض في المدرسة التربوية القسم الثاني اللي هيبدأ بعد رمضان على طول. طبعا ما تفكرش مرتين، ادخل على طول، ادخلي على طول، والله بإذن الله هتستفيد جدا 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 بإذن الله تعالى. بالمناسبة ورشح ده لمين؟ لكل الناس، كبير وصغير، الكل لازم يشتغل على القلب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.